لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نفكر في حل المسائل. تمام؟ لأن أهم من الحل إن أنا أعرف إزاي لما تجيلي أي مسألة أفكر فيها. تمام؟ يلا هات ورقة وقلم وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إن شاء الله نحل مع بعض تمارين واحد من كتاب المعاصر على حاصل الضرب الديكارتي. ركز بقى معايا كده واحدة واحدة، وزي ما قلت لك ركز إن أنت تفهم إزاي بفكر في حل المسألة، لأن هو ده المهم، ده اللي هيوصلك إن أي سؤال هيجيلك في الامتحان بإذن الله هتعرف تفكر فيه صح وتجاوب حتى لو بتحله لأول مرة. تمام. طيب السؤال الأولاني بيقول لك في كل مما يأتي اوجد قيم الألف والباء إذا كان. طيب بيقول لي الزوج المرتب ألف وباء بيساوي الزوج المرتب سالب خمسة وتسعة، فدي أول فكرة عندي. اللي أنا عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، بفكر إزاي؟ خلاص عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى بستنتج إن المسقط الأول بيساوي المسقط الأول، وإن المسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. تمام. طيب مين المسقط الأول؟ المسقط الأول ده اللي هو قبل الفصل، عشان الناس اللي بتتلخبط لو كان مثلا حدود كتير ولا حاجة. المسقط التاني ده اللي بعد الفصل. يلا، يبقى أنا فين المسقط الأول؟ يبقى الألف بتساوي سالب خمسة، الباء هتساوي تسعة. تمام يا بطل. يلا هنا برضو نفس الكلام، الألف هتساوي جذر خمسة وعشرين، أعملها على الآلة هتطلع بخمسة. الباء هتساوي الجذر التكعيبي لسبعة وعشرين، ادي المسقط التاني اهو هيساويه بالمسقط التاني، يساوي تلاتة. طيب رقم تلاتة. طيب برضو نفس الكلام، في عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى الحل ازاي؟ المسقط الأول هيساوي المسقط الأول. طب عشان ما نتلخبطش، هل المسقط الأول اسمه ألف؟ لأ، أنا بشوف اللي قبل الفصل كله باخده هو ده المسقط الأول. تاني دي الفصل ايه، صح؟ يبقى الجزء اللي قبلها ده كله ده كده، كل ده بسميه المسقط الأول عشان محدش يتلخبط. يبقى ألف ناقص اتنين هتساوي اتنين، ألف ناقص اتنين هتساوي اتنين. طيب المسقط التاني اللي هو اللي بعد الفاصلة هيساوي اللي بعد الفاصلة، يبقى باء زائد واحد هتساوي سالب تلاتة. أصبحت خلاص بقى الموضوع بعد كده أصبح حل معادلات، لأن أنا عايزة أجيب الألف لوحدها. مين الرخم اللي مع الألف؟ السالب اتنين، هاخدها كده من إيديها وأوديها الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى الألف هتساوي الاتنين دي قاعدة في مكانها زائد اتنين، يبقى الألف هتساوي أربعة. هنا موجب واحد هتروح الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى الباء هتساوي السالب تلاتة قاعدة مكانها، وموجب واحد هتروح الناحية التانية سالب واحد، يبقى الباء هتساوي سالب أربعة. فكرة حل المعادلات اللي أنا بيكون عندي مجهول، المجهول ده أنا عايزة أحسب قيمته. تمام. يعني عايزاه لوحده، يعني عايزاه بيساوي رقم. تمام. طيب أخليه بيساوي رقم إزاي؟ لازم يكون في طرف لوحده. تمام. فبشوف مين الرخم اللي جنبه. تمام. وبتخلص من الحاجة اللي جنبه اللي أنا أعمل عكسها. يعني الألف كان مين الرخم اللي جنبها؟ سالب اتنين، فعشان كده سالب اتنين وديتها الناحية التانية موجب اتنين. هنا كان موجب واحد وديته الناحية التانية بعكس الإشارة بقى سالب واحد. تمام اتفقنا؟ طيب رقم أربعة، وقف الفيديو وحل معايا. يلا رقم أربعة. برافو. ساوي المسقط الأول هنا بالمسقط الأول هنا، يبقى أقول له كده، أقول له اتنين ناقص الألف بيساوي ست، يساوي المسقط التاني اللي هو بعد الفاصلة بالمسقط التاني، باء ناقص تلاتة بيساوي سالب واحد. يلا نحل المعادلة. مين الرخم؟ في هنا سالب، تمام، وفي هنا اتنين. طيب محدش يقول لي الاتنين دي اشارتها سالب، احنا اتفقنا لو كتبت لك اتنين كده يبقى اشارتها ايه؟ موجب.
لان اشاره العدد بتكون قدامه مش وراه، فالاتنين دي قدامها موجب، يبقى ناخد موجب اتنين دي نوديها الناحيه التانيه بعكس الاشاره، فيتبقى لي سالب الف بتساوي الستة دي قاعدة في مكانها، موجب اتنين هتروح سالب اتنين، يبقى سالب ألف هتساوي كام؟ ستة ناقص اتنين أربعة. أضرب المعادلة كلها في سالب واحد عشان أتخلص من السالب ده، يبقى الألف هتساوي سالب أربعة. تمام؟ طيب المسقط التاني بقى، بالمسقط التاني نفس الكلام، السالب تلاتة دي خدها وديها الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى الباء هتساوي سالب واحد زائد تلاتة، يبقى الباء هتساوي اتنين. طيب فرضا انا عايزه اتاكد الكلام ده صح ولا غلط، مفيش اي مشكله، هعمل ايه؟ هروح اعوض فيه. يعني انا عندي المفروض الاتنين ناقص الف دي بتساوي ستة صح؟ طب الاتنين ناقص الالف بسالب اربعة، ناقص ناقص يعني موجب، فاتنين زائد اربعة ستة، ستة اهي فعلا. تمام. نفس الكلام المسقط التاني مطلعه الباء باتنين، اتنين ناقص تلاتة بسالب واحد فعلا اهي. تمام. الرياضة لازم ورقة وقلم وحل، رجاء نوقف الفيديو ونحل المسائل. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، ماشي هنا برضو نفس الكلام اهو، برضو هساوي اهو المسقط الأول اللي هو قبل الفاصلة، هو ألف ناقص سبعة، أساويه باللي قبل الفصل، يبقى ألف ناقص سبعة بيساوي سالب اتنين. أساوي المسقط التاني بالمسقط التاني، ده أس تلاتة ناقص واحد بيساوي ستة وعشرين. يلا أعمل إيه؟ نفس الكلام، مين الرقم اللي مع الألف؟ السالب سبعة، نروح الناحية التانية بالموجب، يبقى الألف هتساوي سالب اتنين قاعدة في مكانها زائد سبعة، يبقى الألف هتساوي خمسة. يلا بقى أس تلاتة ناقص واحد، تخلص من مين الأول؟ أنا بتخلص من الضعيف، اللي بالكم لما يكون مين الرقم اللي مع الباقي فيه السالب واحد وفيه أس تلاتة، بتخلص من الضعيف الأول. دايما بتخلص من الجمع والطرح الأول لأن هما دول أضعف حاجة، وعشان ما تنساش دول أول حاجة خالص خليناهم في منهج الرياضة. تمام. يبقى أنا هتخلص من السالب واحد دي وأديها الناحية التانية بالموجب، يبقى بقى أس تلاتة هتساوي سبعة وعشرين. بقى أس تلاتة، الأس بتخلص منه بإيه؟ بالراحة كده، احنا قلنا بتخلص من الحاجة اللي أنا بعمل عكسها، سالب واحد ده سالب أهو، فوديته الناحية التانية موجب واحد، برضو الأس عكس الأس الجذر، يبقى انا لما احب اتخلص من الاس باخد الجذر بتاعه، دي هنا اس 3، يبقى ناخد الجذر التكعيبي اهو، يبقى الباء بتساوي الجذر التكعيبي ب 27 بتلاتة. تمام. اللي بعده، في هنا برضو هساوي المسقط الاولاني بالمسقط الاولاني، يبقى الالف هتساوي 2 ناقص الف، تساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني، باء ناقص 3 هتساوي الباء. يلا اعمل ايه بعد كده؟ ده في هنا مشكلة، ايه المشكلة؟ اللي انا عندي الالف بتاعتي موجودة في الطرفين، والباء برضو هنا بتاعتي موجودة في الطرفين، حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ تمام تمام صح كده، كنت بجمع المجهول كله في طرف لوحده والارقام في الطرف التاني، يبقى انا هاخد الالف دي اوديها الناحية التانية بعكس اشارتها، الالف دي قدامها سالب يبقى تروح الناحية التانية بالموجب، يبقى الالف دي قاعدة في مكانها، والسالب ألف دي هتروح لها موجب ألف أهي بيساوي الاتنين، ألف وألف، تفاحة وتفاحة تفاحتين. تمام. اللي بيتلخبط الألف دي قدامها واحد بس مش مكتوب، والألف دي كمان قدامها واحد بس مش مكتوب، يبقى الألف هتنزل، واحد زائد واحد اتنين، يبقى اتنين ألف بيساوي اتنين. طب اتنين ألف يعني الاتنين مضروبة في ألف، يبقى أقسم هنا على الاتنين وأقسم هنا على الاتنين، يبقى الألف هتساوي واحد. الناحية التانية نفس الكلام بالظبط، عشان كده بقول نفهم أنا ليه وديت الألف الناحية التانية، عشان لما أهي ما هي نفس الفكرة بس بدل كان هنا ألف قام حاطط لي هنا باء. تمام يا شباب. يلا هي نفس الفكرة برضو، أنا عندي الباء في الطرفين، فهودي هجمع الباء كلها أو المجهول بتاعي كله في الطرف اليمين، وأجمع الأرقام على الطرف اليسار،
الباء هنا اوديها الناحيه التانيه بالايه؟ بقى دي موجب، فتروح الناحيه التانيه بالسالب، يبقى 2 باء قاعده في مكانها ناقص الباء بيساوي، هودي السالب 3 الناحيه التانيه تبقى موجب 3. تمام. عندي تفاحتين، كلت منهم تفاحه، فيتبقى لي ايه؟ بقى لي تفاحية واحدة. التفاحية اللي هي مين قلنا عليها؟ اللي هي الباء. تمام، دي طريقة. الطريقة التانية اللي أنا زي ما قلت لك، ما دام هنا في باء وكمان هنا في باء، يبقى الباء هتنزل واطرح الأرقام من بعضها. 2 - 1 - 1، الواحد ما بيتكتبش، يساوي 3. يبقى الباء ب3. هنكتبها هنا شوية. يبقى الباء بتساوي 3. تمام. طيب اللي بعده يلا. بيقول لي ألف أس 5 وباء تربيع ناقص 1 بتساوي برضو الزوج المرتب 32 والجذر التكعيبي لل27. تمام. يلا هعمل ايه؟ اساوي المسقط الاول بالمسقط الاول. الف اس 5 بيساوي 32، واساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني. باء تربيع ناقص 1 بيساوي الجذر التكعيبي لل27. ايه بقى الف اس 5 دي؟ مخدناهاش، خدنا الجذر التربيع بس اللي هي الف تربيع. صح، خدنا الف تربيع وخدنا الف تكعيب. ايه الف اس 5 ده؟ اللي انت عقدونا في الرياضة. ها، حد عارف اعمل ايه؟ طيب احنا قلنا هنفهم مع بعض، صح؟ احنا مش هنحفظ حاجه. وانا لما كان بيجي لي الف تربيع بتساوي 4 كنت بعمل ايه؟ كان هنا اس 2 وهنا اس 3، صح؟ فقلت لسه قايله اللي انا بتخلص من الاس اللي انا باخد الجذر بتاعه. طب دي الف اس 2 الجذر بتاعها اللي هو الجذر التربيع. تمام. طب لما كانت الف اس 3 كنت باخد الجذر التكعيبي، صح كده؟ بنفس الكيفيه وبنفس الفكره بالظبط. الف اس 5 يبقى باخد الجذر الخامس. تاني، تاني انا قلت لما اجي احل المعادلات. باكد تاني، لما اجي اتخلص من الحاجه بعمل عكسها. هنا الف اس 5 فهنا اس، عشان اتخلص من الاس باخد الجذر. ألف أس 2 كنت باخد الجذر التربيعي، ألف أس 3 كنت باخد الجذر التكعيبي. فبنفس المنطق بالظبط. ألف أس 5 يبقى باخد الجذر الخامس. طب أنت عايزة تعقدينا إيه الجذر الخامس ده؟ عادي، ما هو نفس برضه المنطق. هي ألف أس 2 يعني إيه؟ يعني عدد مضروب في نفسه، صح؟ طب ألف أس 3 يعني عدد مضروب في نفسه 3 مرات. يبقى ألف أس 5 عدد مضروب في نفسه 5 مرات، بس كده. تمام؟ طيب أنت عشان ما تقعدش تفكر مثلا وتضيع وقت، خلاص انت اعملها على الآلة على طول. يبقى الألف هتساوي الجذر الخامس لل 32، تطلع ألف بتساوي 2. تمام. طب يلا، بقى تربيع ناقص 1 بيساوي الجذر التكعيبي ل 27. طيب ينفع؟ انتوا جايين تعقدونا في الرياضة لما صدقنا نحبها. طب بالراحة، اتفقنا واحدة واحدة. هي الجذر التكعيبي ل 27 دي مش بتلاتة؟ يبقى فين التعقيد؟ فانت اللي ما تعقدهاش على نفسك، الرياضة سهلة جدا، بس افهمها صح. احنا عايزين نفهم الرياضة صح. تمام. يبقى الجذر التكعيبي ل 27 دي ب3، خلاص. يبقى بقى تربيع اهي ناقص 1 هتساوي 3. نفس الكلام، انا عندي في ناقص 1 وفي أس 2. نتخلص من الضعيف الأول، يبقى السالب 1 دي كده اخدها من ايديها واديها الناحية التانية. يبقى الباء تربيع هتساوي 3 زائد 1 4. طيب باء أس 2 أو باء تربيع باخد الجذر التربيع. يبقى الباء بتساوي الجذر 4 هيساوي 2. ندخل على اللي بعدها. طب ليه كده بقى؟ كلكم قال ندخل على اللي بعدها ليه؟ مش احنا اتفقنا؟ وانا دلوقتي لو جيت قلت لكم 2 أس 2 هتساوي كام؟ جيت قلت لكم سالب 2 الكل أس 2 هتساوي كام؟ مش انا قلت لكم 2 أس 2 هتقولوا لي بأربعة؟ ولو قلت لكم سالب 2 أس 2 هتقولوا لي بأربعة برضو؟ طب لو قلت لكم س أس 2 بتساوي 4، يبقى مكان السين دي أقدر أحط مين؟ أقدر أحط الاتنين دي وأقدر أحط السالب 2. صح؟ ما هي السين دي مجهول، اللي هي الاثنين يا السالب 2. وادي التربيع اهو زي ما هو، وادي الاربعه، في الحالتين الناتج التاني 4. فعشان كده لما اجي اخد الجذر التربيعي باخد موجب او سالب، يبقى الناتج موجب او سالب 2، صح؟ لان 2 اس 2 ب 4 وسالب 2 اس 2 برضه ب 4.
خلي بالنا من الحاجات دي عشان ما ننساهاش في الامتحان. تمام. يلا يا بطل. نفس الكلام، انا عندي الالف المسقط الاولاني هيساوي المسقط الاولاني، يبقى الالف بتساوي باء تربيع، والمسقط التاني هيساوي المسقط التاني، يعني الباء هتساوي 7. طيب اعمل ايه بقى؟ ده الف بتساوي باء تربيع. طيب المشكلة، مش انت عندك معادلة تانية اهي تقول لك ان الباء بتساوي 7؟ طب ما خد السبعة دي وعوض بيها هنا. يبقى الالف هتساوي 7 أس 2 هتساوي 49 بس. تمام. يبقى احنا بالله عليكم بس، انا مش عايزاكوا مجرد ان انا احل المسألة وخلاص، لا، انا عايزه وانت بتحل المسألة كده يعني تبقى مش بتحلها بحب، بتحلها ان انت فاهم انت بتعمل ايه. تمام. وقف الفيديو يلا. حل رقم 9. م، برافو. نفس الكلام بالظبط برضو، تساوي المسقط الأول أهو بالمسقط الأول، يبقى 2 ألف هتساوي 2 باء زائد 1. يلا تساوي المسقط التاني بالمسقط التاني. بالله عليك، أنا بأكد تاني، بعرف منين ده مسقط أول وده مسقط تاني لو جاب لي حدود كتير؟ مفيش أي مشكلة. أنا قلت لك علمهم بالفاصلة دي، اللي قبل الفاصلة ده كله سميه مسقط أول، هو ده المسقط الأول بتاعي، واللي بعد الفاصلة هو ده المسقط التاني. تمام. يبقى الاتنين ألف اللي هي قبل الفاصلة سويتها باتنين بقى زائد 1، واللي بعد الفاصلة اللي هي السبعة، وهنا اللي بعد الفاصلة الألف، يبقى الألف بتساوي 7. نفس فكرة المسألة اللي فاتت بالظبط، هنا الألف ب7، آخد الألف ب7 دي وأروح أعوض بيها هنا. 2 ألف يعني 2 مضروبة في ألف. تمام. ب2 في 7 ب14، يبقى 2 باء زائد 1 بيساوي 14. خلص من الواحد الأول ولا من الاتنين؟ خلص من الضعيف الأول، أضعف حاجة وأول حاجة بتخلص منها في المعادلات لو عندي جمع وطرح. فأنا موجب واحد دي أوديها الناحية التانية -1، يبقى 2 باء بتساوي 14 ناقص 1 13. أقسم هنا على الاتنين، أقسم هنا على الاتنين، يبقى الباء ب13 على الاتنين. تمام. وجبنا الألف ب7. رقم 10. يلا ما تسرحش ما تسرحش، وقف الفيديو وحل معايا. الرياضة لازم أحل بإيدي، لازم أحل بإيدي. يلا يا بطل، هعمل إيه؟ برضه أسوي المسقط الأول أهو والمسقط الأول أهو. يلا. يبقى 5 ألف ناقص 1 هتساوي 3. أسوي المسقط التاني بالمسقط التاني، يبقى 4 ألف بتساوي باقي. يلا. 5 ألف ناقص 1 يبقى -1 دي أوديها الناحية التانية بالموجب، يبقى 5 ألف بتساوي 3 زائد 1 كام؟ 4. أقسم هنا على الخمسة عشان 5 ألف يبقى 5 مضروبة في ألف، يبقى أتخلص من الخمسة إزاي؟ أقسم عليه وأقسم هنا على الخمسة، يبقى الألف بتساوي 4 على 5. طيب 4 ألف بيساوي باء، ده مجهولين، ولا مجهولين ولا حاجة، ما هي فعلا كانت مجهولين الألف والباء، بس خلاص أنا أوريدي جبت قيمة الألف، أنا خلاص جبت قيمة الألف معوض بيه. يبقى دي الأربعة أهي، وقلنا ما دام هنا 4 ألف يعني 4 مضروبة في ألف، 4 على 5 بيساوي باء. هنا أعملها على الآلة أو أنا أختصرها عادي أهو. مفيش هنا اختصارات، يبقى 4 في 4 ب16، 16 على 5، يبقى الباء ب16 على 5. أوكي. طيب انا طلع لي كسور يا مس وقلقان خايف المسألة تكون انا حلتها غلط، اعمل ايه؟ ولا اي حاجة، عوض. شوف فعلا المسقط الاول يطلع بيساوي المسقط الاول ولا لا. بالراحة كده. المفروض 5 ألف ناقص 1 دي تطلع بتساوي 3 صح؟ يلا شيل الألف وحط 4 على 5، يبقى 5 في 4 على 5 ناقص 1، 5 هتروح مع الخمسة يبقى 4 ناقص 1 ب3. الحمد لله. يبقى أنا كده اتأكدت إن الألف صح. خلاص يبقى 4 ألف، يبقى الأربعة أهي في الألف اللي هي ب4 على 5 أنا اتأكدت إنها صح، طلعت لي فعلا 16 على 5 اللي هي قيمة الباقي. فمحدش يلاقي عشان في قصور وكده يبقى هو حل الغلط، لا. تمام. يلا اللي بعده. ماشي احنا كده حلينا دول. ماشي نيجي بقى نشوف أسئلة الاختيار.
بالله عليكم أسئلة الاختياري يعتبر أكتر الأسئلة اللي انتوا بتغلطوا فيها، مش عشان صعبة، عشان بس بتبقى محتاجة شوية تركيز، مش عايزة نتسرع في الإجابة. ليه نتسرع في الإجابة؟ خد وقتك وانت بتحل وفكر. ماشي. يلا. نفس الكلام اهو، إذا كان الزوج المرتب ده بيساوي الزوج المرتب ده وعايز القيمة دي، أنا ماليش دعوة بده، أنا ماليش دعوة باللي هو عايزه. تمام. دايما أبدأ حلي بالمعطيات. بالله عليكم أنا عايزاكم بس تركزوا إزاي بفكر وأنا بحل المسألة، إزاي بفكر وأنا بحل المسألة. انا هو مديني مجهول عايزه، انا ماليش دعوه بيه حاليا، انا اللي انا عارفاه ابدا احل بيه. هو بيقول لي دلوقتي الزوج المرتب ده بيساوي الزوج المرتب ده، طب انا ده استفاد منه بايه؟ ان المسقط الاول ده هساويه بالمسقط الاول ده، يبقى س ناقص واحد هتساوي 8. وان المسقط التاني اساويه بالمسقط التاني، اهو خلي بالك المسقط التاني اللي بعد الفصل اهو، يبقى ص زائد 3 بيساوي 11. واحل اهو، يبقى سالب واحد هتروح الناحية التانية بالموج، يبقى س هتساوي 9. 8 زائد واحد. صاد هتساوي 11 ناقص 3 8. تمام. يبقى الس ب9 والصاد ب8. طيب هو عايز س وصاد؟ لا، هو عايز جذر. اهو ابتدي اعوض بقى في اللي هو عايزه. يلا يعني انت عايز جذر اهو. السين جبتها لك ب9 زائد 2 في الصاد، يعني 2 في 8 ب16. محدش يقول لي جذر 9 زائد 16 هتساوي جذر سوري، هتساوي 3 زائد 4 هتساوي 7. ودي كان من الأخطاء اللي كنتوا بتوعوا بيها فيها برضه في تانية إعدادي. فنركز، نركز، محدش يسرح هو بيحل. لما يكون في جوه أو داخل الجذر جمع أو طرح، بجمع. جمع أو طرح بجمع أو أطرح الأول، وبعد كده باخد الجذر. يبقى أجمع 25، يبقى جذر 25 هيساوي 5. طيب نفس الكلام بيقول لي س زائد 2 وصاد بيساوي الزوج المرتب 2 و3، يبقى المسقط الأول هيساوي المسقط الأول، يبقى س زائد 2 هتساوي 2. موجب 2 أوديها الناحية التانية سالب 2، يبقى الس هتساوي صفر. يلا ساوي المسقط التاني بالمسقط التاني. فين المسقط التاني؟ اللي هو صاد اللي بعد الفصل، أساويه باللي بعد الفصل، يبقى الصاد هتساوي 3. جه دور اللي أنا أعوض، وبيقول لي س أس 5 في صاد زائد واحد. يلا س أس خمسة، مش هشيل س دي واحط صفر. صفر أس خمسة، محدش يقول لي خمسة، محدش يقول لي واحد. صفر أس خمسة، هو يعني إيه صفر أس خمسة؟ وأنا بقول لك 2 أس 3، دي معناها إيه؟ مش معناها الاتنين مضروبة في نفسها 3 مرات؟ صح؟ بقول لك صفر أس خمسة معناه إن الصفر مضروب في نفسه كام مرة؟ 5 مرات. إن شاء الله يكون مضروب في نفسه مليون مرة، الناتج بصفر. وصفر في أي حاجة بصفر. صفر زائد واحد هيساوي واحد. يلا نفس الكلام. 3 أس س أساويها بكل واحد، المسقط الأول بالمسقط الأول، يبقى أنا عندي 3 أس س بيساوي واحد. طيب المسقط التاني أساويه بالمسقط التاني، جذر صاد بيساوي 4. هنا سنصمت قليلا. كنت بعمل إيه؟ في حد فاكر 3 أس س دي كانت إيه؟ مم، محدش ينسى، محدش ينسى. تعالوا نفتكر مع بعض، تعالوا نفتكر مع بعض فوق كده. بص يا حبايب قلبي، هنا الأس بتاعي عبارة عن مجهول، صح؟ فالنوع ده من المعادلات كنت بسميه المعادلات الأسية. ليه بقول عليها معادلات أسية؟ عشان الأس بتاعي مجهول. كانت إيه فكرة حل المعادلات الأسية؟ إن أخلي الأساس بيساوي الأساس. ليه؟ عشان أقول إن الأس بيساوي الأس. اتفقنا؟ يبقى أي معادلة هتلاقي الأس بتاعك مجهول، هتفكر التفكير ده، اللي أنت تخلي الأساس بيساوي الأساس. ليه أخلي الأساس بيساوي الأساس؟ عشان أنا عندي قاعدة في الرياضة بتقول إن لو الأساس بيساوي الأساس أستنتج إن الأس بيساوي الأس. طيب هنا الأساس كام؟ 3. يبقى أنا عايزة الواحد ده الأساس بتاعه 3. إيه ده بقى؟ خدناها في تانية إعدادي. هعمل إيه؟ أخلي الواحد ده 3 أس صفر. إحنا قلنا أي حاجة أس صفر بواحد، يبقى الواحد ده لذيذ أوي. الواحد ده لذيذ وظريف. ليه؟ لأنه غلبان، أقدر أخليه أي رقم أس صفر. يبقى 3 أس س تساوي 3 أس صفر، لأن 3 أس صفر بالواحد.
اهو، يبقى كده الاساس بيساوي الاساس، يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى السين بتساوي صفر. طيب، يقول لي جذر صاد بيساوي 4. طب بالراحه، انا لسه برضو قايل، عشان كده بقول نفهم المسائل، لان هو بيجيب، هو بيشوف انت فاهم ولا لا، بس هو ده اللي بيشوف. لكن هو ما بيجيبش اسئله من المريخ ولا حاجه. احنا قلنا دلوقتي لما اجي احل معادله بتخلص من الحاجه اللي انا عامل عكسها. وكان لما كان جاي لي في المره اللي فاتت المعادله فيها اس، كنت الاس بقى عشان اتخلص منه باخد الجذر. يبقى الاس والجذر عكس بعض. فمنطقي لما يكون عندي جذر وانا عايزه اتخلص منه واشيله، هاخد ايه؟ هاخد الاس بتاعه. صح؟ هنا الجذر التربيعي، يبقى باخد اس 2 اهو، بس كده. يبقى الصاد هتساوي 4 أس 2 ب 16. أتأكد جذر ال 16 ب4، يبقى زي الفل. يبقى أنا طلعت السين بصفر والصاد ب 16. يبقى صفر زائد 16 هتساوي 16. مم. صح؟ طيب، محدش يسرح. محدش يسرح، امسك الورقة والقلم وحل. بالله عليك، ومهما قعدت تسمع، مهما قعدت تسمع في فيديوهات، لازم أحل بإيدي وأطبق. تمام، هو ده الهدف. لازم اعرف انا كل مسألة حلتها كده ليه، فكرت فيها كده ليه، ليه خدت الجذر التربيعي، ليه خدت الأس، ليه خليت الواحد ده 3 أس صفر. انا بفهم ليه، بفهم عشان لو غير لي المسألة اعرف احل. يعني مسألة رقم 5 دي، ما هي نفس فكرة 3 على فكرة، فيها معادلة أسية، هي 2 أس صاد، بس هنا مش جاي لي واحد. فانت لو انت حافظ المسألة اللي فوق دي، هتقول لي 16 بقى خليها 2 أس صفر، ولا اعمل انا ايه دلوقتي؟ لا خلاص، انت فهمت المبدأ اهو. اللي انت الهدف بتاعك انك تخلي الاساس بيساوي الاساس عشان تستنتج ان الاس بيساوي الاس. ففين الاساس بتاعك؟ اهي الاتنين. تمام اهو، تعال نحلها يلا. تعال نحل 5 الاول، بعد كده نرجع ل4. اهو، يبقى انا اساوي س ناقص 3 بالاتنين. س ناقص 3 بيساوي 2. اودي الناقص 3 الناحية التانية بالموجب، يبقى س هتساوي 5. يلا 2 أس صاد اهي. 2 أس صاد بيساوي كام؟ 16. يبقى ال 16 دي انا عايزه اخلي الاساس بتاعها 2. يبقى انا هعمل ايه؟ هجرب اعمل على الاله كده 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، لحد ما يجي لي 2 اس 4. يبقى 2 اس صاد بيساوي 2 اس 4. الاساس اهو بيساوي الاساس، يبقى استنتج ايه على طول؟ برافو، ان الاس بيساوي الاس، يبقى الصاد بتساوي 4. يبقى انا الاجابه بتاعتي هتبقى كام؟ 5 و4. انتوا ساكتين ليه؟ اللي انا عملته ده صح؟ إجابة 5 و4. هو بيقول لي عايز الزوج المرتب س وص. ها؟ ردوا. هل هو عايز س وص، ولا عايز صاد وسين؟ لا، هو عايز صاد وسين، يبقى أنا غصب عني لازم أحط الصاد الأول. هو اللي قال لي أنا بعمل زي ما هو عايز، وأنا ماشي بمزاجي. وعايز صاد الأول، يبقى أفتح قوس وأحط قيمة الصاد الأول. الصاد الأول ب4، وبعد كده السين بكام؟ ب5. بس يبقى الإجابة الصح رقم د. اوكي، ماشي يلا. بسم الله. رقم 4 بيقول لي إذا كان س أس 3 وصاد أس 2 بيساوي الزوج المرتب 1 و4، يبقى نفس الكلام، يساوي المسقط الأول بالمسقط الأول. يبقى س أس 3 بيساوي 1. خلاص بقى عرفنا أس 3 باخد الجذر التكعيبي، يبقى س هتساوي جذر التكعيبي الواحد، خلاص بقى ب1. يبقى الس ب1. يلا صاد تربيع اللي هو المسقط الثاني أساويه بالمسقط الثاني اللي هو ال4. يبقى صاد هتساوي 2. ايوه، برافو. سمعت حد بيقول لي لا مش هتبقى 2، هتبقى موجب وسالب 2. ليه موجب وسالب 2؟ عشان ده اس 2. ما دام في اس 2، وخلي بالكم من حاجه بقى مهمه. انا قلت لكم صاد اس 4 بتساوي 16. اي اس زوجي بيبقى برضو موجب او سالب. ليه؟ ما هو نفس المبدأ. لان احنا خدنا ان الاس الزوجي بيموت السالب. فانت لو عملت على الاله 2 اس 4،
هتطلع لك ب 16. ولو عملت سالب 2 أس 4 هتطلع لك برضو ب 16. خلي بالك أي أس زوجي يبقى حلين موجب وسالب. تمام، أي أس زوجي يبقى أنا عندي حلين موجب وسالب. طيب، ده أنا طلع لي قيمتين للصاد وقيمة واحدة للسين. هو عايز سين صاد، يعني سين مضروبة في صاد. يا ترى بقى هاخد الموجب 2 ولا السالب 2؟ هو هنا مش حد يعني، كان ممكن حل يجيب موجب او سالب 2. ده كان ممكن يجيبه لك في الاختيار، بس هو مش حاطط. يا ترى السؤال غلط؟ مم. طب في ناس بتقول 2 وناس بتقول سالب 2، ليه؟ طيب بالراحة كده، احنا اتفقنا لازم نقرأ المسألة كويس. ايه رأيكم في الشرط ده؟ يقول لي ان س اكبر من الصاد. طب السين بكام؟ بواحد. الواحد اكبر، الصاد بقيمتين صح، فاجربهم. الواحد اكبر من الاثنين والواحد اكبر من السالب 2. واحد اكبر من الاثنين ينفع؟ ما ينفعش، ده غلط. يبقى الصاد بتساوي 2 دي مرفوضة اصلا. ليه مرفوضة؟ عشان في شرط حاطته لي اهو، ان السين اكبر من الصاد. طب الواحد اكبر من السالب 2. اه، اي عدد موجب اكبر من اي عدد سالب، يبقى الصاد بسالب 2 هي القيمة الايه المقبولة. تمام، يبقى انا اقول له كده ان الصاد بتاعتي هتساوي سالب 2. صاد بموجب 2 دي مرفوض، حل مرفوض بالنسبة لي. يبقى السين بواحد والصاد جبتها بسالب 2. واحد في سالب 2 بسالب 2. مم. تمام كده. اللي بعده. طيب بعد كده بقى دخلنا ماشي، بيقول لي إذا كانت س بتساوي المجموعة واحد واتنين وصاد بتساوي المجموعة تلاتة وأربعة وخمسة، اوجد س ضرب صاد. تمام، ومثله مرة بالمخطط السهمي ومرة بالمخطط الباقي. طيب س ضرب ص يبقى ده ايه؟ مجموعة اضربها في مجموعة، يبقى ده حاصل الضرب الديكارتي. طب ليه بقول لي نفس المعلومة دي؟ عشان اعرف ان الناتج هيكون عبارة عن مجموعة والعناصر بتاعتها ازواج مرتبة. صح؟ شفتوا لما ابقى فاهم الدنيا بتبقى سهلة. الدنيا بتبقى سهلة، ومهما حاول يوقعني في السؤال انا مش بقع. مش بقع ليه؟ لان انا فاهم. انا فاهم انا بعمل ايه، مش قاعد اكتب وخلاص. فرحتي خلصت التمارين كلها. لا، انت بتحل المثال كده، شوف انت بتعمل ايه، شوف هو كاتب لك ايه. تمام. بس فخلاص اهو يبقى س. قلت لكم خلي بالكم محدش يكتب لي السين كده، السين كده غلط. السين كده معناها عنصر، لازم السين تتكتب كده عشان دي كده معناه اللي هو ايه؟ مجموعة. اوكي. يبقى س هتساوي ايه؟ او تعالى الاول، هو عايز مين؟ عايز س ضرب صاد اهو، يبقى له س ضرب صاد هيساوي. عوض براحتك خالص، واحد واتنين ضرب صاد بتلاتة واربعة وخمسة. يلا، كنت بعمل حاصل الضرب الديكارتي ازاي عشان ما انساش؟ عشان ما انساش اقول له بيساوي وافتح اقواس مجموعة اهو، واعمل زوج مرتب اهو. يلا، الناتج كان بيتجاب ازاي؟ س الاول، يبقى الواحد دي اللي اخدها الاول مرة مع التلاتة ومرة مع الاربعة ومرة مع الخمسة. يبقى الواحد اهي مع التلاتة والواحد مع مع الاربعة. شوف بالترتيب بس عشان ما تنسوش حاجة. مع الاربعة والواحد مع الخمسة. يلا الاتنين نفس الكلام، خدها مرة مع التلاتة ومرة مع الاربعة ومرة مع الخمسة. اتنين مع التلاتة والاتنين مع الاربعة والاتنين مع الخمسة. بس كده. تمام. طيب قبل ما امثل بس عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجه. خدتوا بالكم ولا لا؟ خدتوا بالكم المسقط الاول هنا؟ المسقط الاول جاي من المجموعه مين؟ برافو، المسقط الاول جاي من المجموعه الاولى. لو انتوا خدتوا بالكم المجموعه س عباره عن المسقط الاول واحد واثنين في تاني اهي. طب المسقط الثاني بتاع الازواج المرتبه جاي منين؟ جاي من المجموعه الثانيه اهي.
تلاتة وأربعة وخمسة، تلاتة وأربعة وخمسة، فعلا صاد فيها تلاتة وأربعة وخمسة. الكلام ده مهم، الكلام ده مهم. تمام. بيقول لي بقى مثله بالمخطط السهمي والمخطط البياني. طب المخطط السهمي، بعمل مستطيل كده. ثواني، ثواني حلوة. أهو. مستطيل هنا كمان اهو. المستطيل الأول دايما بتاع المجموعة الأولى اللي هي اسمها س، والمستطيل التاني بتاع المجموعة التانية. يعني لو كان صاد ضرب س، هعمل ايه؟ كان المستطيل الأولاني هيبقى بتاع الصاد. تمام؟ طيب بكتب مين؟ بكتب عناصر السين، الواحد والاتنين. طب الصاد بكتب عناصر الصاد، تلاتة وأربعة وخمسة. بعد كده أعمل إيه؟ أوصل. خلي بالك ما أعملش كده، يعني واحد ده رايح للتلاتة صح؟ ما أسيبش كده، لا لازم أعرف إن الواحد رايح للتلاتة، وبعد كده الواحد رايح للأربعة، وبعد كده الاتنين رايحة سوري، إنما اعملوا واحدة واحدة عشان ما تتلخبطوش. والواحد ده كمان رايح للخمسة. بعد كده الاتنين رايحة للتلاتة، والاتنين رايحة للأربعة، والاتنين التانية برضو رايحة لمين؟ للخمسة. ده كده المخطط السهل. طب المخطط البياني، بدل ما انا كنت بعمله بالمنظر ده، لا خلي المستطيل بتاعي بدل ما هو رأسي واقف كده خليه أفقي اهو. طول ده شوية. ماشي نفس الكلام. نسمي برضو ده س اهو. الأفقي ده بتاع المجموعة الأولى اللي هي س، والرأسي بتاع المجموعة التانية اللي هي ص. س فيها كام؟ فيها واحد واتنين. طيب صاد فيها تلاتة، أربعة وخمسة. وأطلع كأن أعمل كأنها شبكة تربيعية كده أهو. بعد كده أهو. بس بعد كده بقى احط النقط بتاعتي اللي هي الازواج المرتبه اللي طلعت. ها، الواحد ده مع التلاتة اهو، ومع الاربعه ومع الخمسه. كده نفس الكلام، الاتنين اهي مع التلاتة ومع الاربعه ومع الخمسه، بس كده. مم. تمام. صعبه. طيب اللي بعد، لو بيقول لي اذا كان المجموعه س عباره عن 3 و4 و8، اوجد س 2. خلاص، يعني ايه س 2؟ يعني المجموعه س هضربها في نفسها اهو. المجموعة تلاتة وأربعة وثمانية هضربها في نفسها، اللي هي المجموعة تلاتة وأربعة وثمانية. مجموعة أضربها في مجموع، يبقى الناتج مجموعة من الأزواج المرتبة أهي. يلا التلاتة دي هاخدها مع كل دول، باخد التلاتة مرة مع التلاتة، التلاتة مرة مع الأربعة، والتلاتة مرة مع التمانية. نفس الكلام الأربعة دي، مرة أخد الأربعة مع التلاتة، ومرة أخد الأربعة مع الأربعة، ومرة أخد الأربعة مع التمانية. بعد كده التمانية مرة مع التلاتة، ومرة مع الأربعة، ومرة مع التمانية. التمانية مرة مع التلاتة، والتمانية مرة مع الأربعة، والتمانية مرة مع التمانية. خلصت في الأقواس المجموعة. مخطط سهمي وبياني هسيبهولك بقى أنت تعمله، هو نفس اللي احنا عملناه فوق بالظبط، مش أي اختلاف. تمام. خلاص تعالى نعمله سوا. ماشي. أعمله فوق هنا بس كده، خليه في الجنب كده عشان متتلخبطوش. هو عادي اهو نفس الكلام، مفيش فرق يعني. بس هنا السين اهي، والمجموعة التانية برضه هتبقى سين. تلاتة وأربعة وتمانية، في تلاتة وأربعة وتمانية. وهنا برضه تلاتة وأربعة وتمانية. قلت لكم العمود ده بتاع المجموعة الأولى، المجموعة الأولى اسمها سين اهي، وده بتاع برضه المجموعة الأولى اسمها سين. عادي، ايه المشكلة؟ بس التلاتة دي بقى رايحة للتلاتة، ورايحة للأربعة، ورايحة للتمانية. بعد كده الأربعة تروح للتلاتة، وتروح للأربعة، وتروح للتمانية. والتمانية دي بقى تروح برضو للتلاتة، وللأربعة، وللتمانية. طيب لما أجي أعمل حصر الضرب الديكارتي لمجموعة في نفسها،
في تاني مخطط سهمي ممكن ارسمه بيكون اوضح شويه من ده. اقوم عامله كده مستطيل مثلا كبير اهو. تمام. وادي جواه المجموعه س. مش هو س ضرب س؟ ما هو لازم اللي انا هعمله دلوقتي ده لما يكون عندي مجموعه في نفسها. تمام. فانا كتبت المجموعه عندي اللي اسمها س، واكتب العناصر بتاعتي. ادي التلاته اهي. ماشي. وادي الاربعه. وادي الايه التمانيه. بالراحه كده. انا ملاحظه ايه؟ ركزوا بقى معايا كده. التلاته راحه للتلاته، يعني التلاته راحه لنفسها. يبقى دي التلاته اهي هتروح لنفسها، سماها عروه. ركزوا. والاربعه برضو الاربعه راحه لنفسها اهي. نكبر المستطيل ده شويه اهي. تمام. بعد كده برضو التمانية اهي راحة لنفسها اهو. خلي بالكم من المخطط ده اهو. ماشي. طيب وبعد كده، بعد كده خلاص بقى التلاتة راحة للأربعة اهي. بعد كده التلاتة برضو راحة لمين؟ للتمن. وبعدين الأربعة راحة للتلات، خلي بالكم من الأسهم. والتمانية راحة للتلات اهي. عشان كده بقول خلوا بالكم من الأسهم رايح منين لمنين. اهو السهم بصوا التلاتة راحة للأربعة، يبقى المسقط الأول تلاتة والمسقط التاني أربعة. تلاتة راحة للتمانية، يبقى المسقط الأولاني تلاتة والمسقط التاني تمانية. تمام. اتفقنا. المخطط الباني خلاص اعملوه مع نفسكم سهل. تمام. يلا نشوف اللي بعده. نفس الكلام برضو. يديني المجموعة س والمجموعة ص. عايز س ضرب ص. يلا س اهي ضرب ص. يلا اكتبهم عشان ما اتلخبطش. يبقى واحد اتنين وتلاتة اضربها في المجموعة أربعة. يلا. يبقى انا الواحد ده هاخده مع كل اللي هنا. كل اللي هنا الحمد لله في شل عنصر واحد بس. يبقى المجموعة واحد هتروح مع الأربعة. فصل ها. اتنين مع الأربعة. م. تلاتة برضو مع الأربعة. بس. طيب عايز مين؟ عايز صاد ضرب س. طب بالراحة كده. هل لما أجي أعمل صاد ضرب س هيطلع نفس الناتج؟ العسل ده. الجمال ده. الله ينور عليكم. لا. لا ليه؟ لأن المجموعة الأولى هتبقى صاد اللي هي فيها أربعة، والمجموعة التانية تبقى س اللي هي فيها واحد واثنين وثلاثة. فبالتالي العناصر بتاع حاصل الضرب الديكارتي تمام بتبقى عبارة إن العنصر الأول أربعة اللي هو جاي من المجموعة صاد. دايما العنصر الأولاني جاي من المجموعة الأولى اللي هي صاد. فبدل ما يبقى واحد وأربعة لا ده هيبقى أربعة وواحد. هيبقى أربعة واثنين. هيبقى أربعة وثلاثة. تاني. س ضرب صاد. ملاحظين ايه؟ س الاولانيه دي اهي دي س الاولى. فدايما المسقط الاول هو عباره عن عناصر السين الواحد والاثنين والثلاثه فعلا اهي. طيب المسقط الثاني هو عباره عن عناصر المجموعه الثانيه اللي هي الصاد. يبقى الصاد هي عباره عن الكام؟ اربعه بس اهي. المسقط الثاني عباره عن الاربعه. طب لو قلت صاد اتنين يعني صاد ضرب صاد. طيب الصاد بكام أصلا؟ في المجموعة أربعة. أضربها في المجموعة أربعة. ده مجموعة من الأزواج المرتبة أهو. الأربعة هتروح مع الأربعة بس. وخلي بالكوا مادام مجموعة بضربها في مجموعة يبقى الناتج مجموعة من الأزواج المرتبة. يبقى زوج مرتب واكتب أربعة وأربعة. تمام؟ طيب خلي بالكم المطلوب التاني هو مش بيقول لي س اتنين. ما تتسرعش في الإجابة. ما بيقولش س اتنين. هو بيقول نون س اتنين. محدش بقى يقول لي لا ده المجموعة واحد واثنين وثلاثة أروح أضربها في المجموعة واحد واثنين وثلاثة. غلط. إيه ده؟
هو طالب س 2، هو شال النون دي؟ لا، نون معناها عدد عناصر، يبقى انا عايزه عدد العناصر بس. تمام. طب عدد عناصر س 2 يعني ايه؟ يعني عدد عناصر س اضربها في نفسها، اي نون س مضروبه في نون س. يعني اشوف عدد عناصر س كام واضربها في نفسها، يبقى نون س 2 معناها عدد عناصر س اضربها في نفسها. عدد عناصر س كام؟ 3، اضربها في نفسها يبقى 9. بس كده. تمام. خلي بالكم من حاجه مهمه جدا، خلي بالكم بقى كده اسمعوني، دي تريكات بتيجي في الامتحانات. بيقول لي نون س 2 من الممكن أن تكون، الاختيار الأولاني مثلا 2، باء 4، جيم 6، دال جميع ما صعب. يلا يا حلوين. آه. مم. جميع ما صعب. إيه؟ مش احنا لسه قايلين نون س 2 دي معناه ان عناصر المجموعة س بضربها في نفسها. طب هو ايه العدد اللي اضربه في نفسه؟ المربع الكام؟ هي ال 25 دي جايه منين؟ مش اللي هي 5 ضربتها في نفسها؟ ال 36 دي جايه منين؟ مش 6 ضربتها في 6؟ يبقى العدد المربع الكامل هو العدد اللي بضربه في نفسه. فبالتالي نون س 2 هتبقى عدد مربع كامل. خلي بالك لما يطلب مني نون س 2 او نون صاد 2 او اي حاجه 2، خلاص ده معناه ان العدد مضروب في نفسه. يعني نون س 2 دي مربع كامل. الاثنين دي مربع كامل. هو في اصلا عدد اضربه في نفسه يديني 2؟ يبقى دي غلط. في عدد اضربه في نفسه يديني 4؟ 2 في 2. طب في عدد اضربه في نفسه يديني 6؟ لا، يبقى فعلا الاجابه الصح هي الاربعه. تاني، نون س 2 دي معناه ان نون س مضروبه في نون س. تمام. يعني كده عدد مضروب في نفسه، يبقى الناتج لازم يكون مربع كامل. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. بس مش هقول حاجة تاني غير كده. طيب هي رقم 6 هي نفس الكلام بالظبط، مفيهوش حاجة. وتعالوا بقى نتأكد من حتة ايه المربع الكامل دي عشان برضو ايه تتأكد. لكن الباقي سهل مفيهوش مشاكل. ها، نون صاد 2. الصاد فيها واحد اتنين، فيها عنصرين صح؟ يبقى نون صاد 2، 2 في 2 ب4. الأربعة دي مربع كامل ولا لأ؟ نون عين 2، عين فيها كام عنصر؟ واحد اتنين تلاتة، 3 عناصر، يبقى 3 في 3 ب9. مربع كامل ولا لأ؟ اللي بعده أسئلة الاختياري. ها، بيقول لي لأي مجموعتين ألف وباء تعبر المجموعة كذا عن. طيب هي النون في الاختيارات دي ينفع؟ النون دي أصلا، نون دي يعني عدد. هو ده عدد؟ يبقى أكيد اللي فيها نون دي غلط مبدئيا كده. طيب يا ترى هي ألف ضرب باء ولا باء ضرب ألف؟ بالراحة كده، حتى لو ما كانش جايب لي اختيارات. هو ايه المجموعة اللي بيبقى جواها عن أزواج مرتبة، اللي العناصر بتاعتها أزواج مرتبة؟ مفيش إلا حاصل الضرب الديكارتي. حاصل الضرب الديكارتي هو اللي الناتج بتاعه مجموعة من الأزواج المرتبة. طيب أنا وأنتوا اتفقنا عليه إن المسقط الأولاني ده جاي من المجموعة الأولى. طب هو بيقول إن المسقط الأولاني ده بينتمي لمين؟ للألف. يبقى المجموعة الأولى عندي الألف. طب واتفقنا برضو إيه؟ إن المسقط التاني ده جاي من المجموعة التانية صح؟ طب ما بيقول إن المسقط التاني ده بينتمي لباء، يبقى المجموعة التانية اسمها باء. يبقى الإجابة بتاعتي الصح إيه؟ إيه يا حلوين؟ ألف ضرب الباء. تمام؟ طيب بيقول لي إن المجموعة س عبارة عن المجموعة واحد واثنين، س ضرب فاي على طول بفاي. اي مجموع، وده قاعده كده، اي مجموع ضرب الفاي هتساوي فاي. طب لو قال لي نون لاي مجموع ضرب فاي هتساوي ايه؟ صفر. وفرقوا بين دي ودي. ليه؟ اي مجموعه فيها عناصر صح؟
طب الفاي دي مجموعة فاضية، فإن شاء الله يعني زي المثال ده مثلا واحد واتنين، هاخد الواحد مع مين؟ هاخد واحد مع مين؟ فبالتالي هيكون الفاضي الناتج بتاعي فاضي. يعني ايه فاضي؟ يعني المجموعة الخالية. خلي بالكوا دي كده، دي مش المجموعة الخالية، دي كده غلط. ليه؟ ليه؟ عشان دي فيها صفر. دي مجموعة ايه فيها صفر. تمام، دي جواها صفر، فدي جواها عناصر. اما المجموعة الخالية دي ما فيهاش عناصر، الأقواس بتاعت المجموعة بتكون فاضية. ماشي. نون يعني عدد العناصر. العدد هو اللي بصفر لأن ما فيهاش عناصر أصلا. تمام. طيب، رقم ثلاثة بيقول إن س عبارة عن المجموعة اتنين وصاد عبارة عن المجموعة تلاتة، فإن س ضرب صاد. ها يلا. ج باء. ينفع؟ لا. ليه ما ينفعش؟ لأن خلاص إحنا فهمنا، ما دام أنا عندي مجموعة أضربها في مجموعة يبقى الناتج مجموعة من الأزواج المرتبة. يعني لازم يكون أقواس مجموعة وجواها أزواج مرتبة. أهو يبقى الاتنين هتروح للتلاتة، زوج مرتب. وقف الفيديو وحل. شوف أنا بفكر إزاي في المسائل. اتفقنا؟